يعني تالت عالم بقى زهقنا؟ لا، هو مش ايه يعني، ده انجاز وانجاز كبير كمان. وقول لي مين نادي عربي او افريقي حقق 4 ميداليات برونزيه غير النادي الاهلي؟ الحقيقه بقى ان انت بتشجع الاهلي او لا، بس الاهلي كده كده بيشرف مصر وافريقيا، دي ما فيهاش كلام. والحقيقه كمان ان انت كاهلاوي مش معنى انك متعود على الانجاز انه ينسيك ان ده برضو انجاز. ناس كتير قوي كانت بتقول ان الاهلي كان رايح خلاص عشان يطلع من اول ماتش قدام الاتحاد، بس الاهلي ما عملش كده. الاهلي قدم احلى اداء قدام الاتحاد، والاهلي كان بينه وبين النهائي وانه يلعب قدام مانشستر سيتي شعره، بس نصيبه خلاص. ومع ذلك استرجل للنهايه عشان ياخد الميداليه البرونزيه 4 مرات. مين اساسا في 4 سنين بياخد 3 ميداليات برونزيه؟ النادي الاهلي عامل انجاز كبير جدا، وحق جماهير النادي الاهلي ان هي تفرح بيه، حتى لو هم كانوا بيطمحوا لاكتر من كده، وده برضو حقهم. الاهلي بصراحه سيطر على الماتش، استحواذ وفرص على المرمى، وعكس طبعا الماتش اللي فات كان فيه بقى تركيز في انك تفنش على المرمى، وده اللي احنا كنا محتاجينه جدا. حقيقي مبسوطه لعلي معلول على المستوى الشخصي ان هو قدم الاداء ده النهارده كانه لاعب عنده 20 سنه. والحقيقه فكره ان انت تجيب هدف بعد ما ضيعت ركله جزاء، ده بيبقى احلى هدف، اللي هو حاجه كده انا بصالح بيها الجمهور، اللي هو حقك عليا معلش. وفعلا معلول ما هنش عليه زعل جمهور الاهلي، ومن كره ثابته حطها في الطرف، مزيكا هدف ولا اروع بصراحه، ممتع جدا، لدرجه ان في كتير من الجماهير شايفين ان هو بيفكرهم باهداف ابو تريكه في كاس العالم للانديه. بصراحه في نظري معلول هيفضل افضل محترف جه في النادي الاهلي، ومفيش ماتش معلول بيوفر مجهود ليه فيه، دايما بيأدي 100% بتاعته. وبالمناسبة علي معلول كده اتساوى مع راموس اللي أحرز مع ريال مدريد 3 أهداف في كأس العالم للأندية في النسخ اللي فاتت، ولو كان جاب ركلة الجزاء كان هيكون أكتر مدافع أحرز أهداف في كأس العالم للأندية، بالتساوي مع الياباني تسوكاسا شيوتاني اللي أحرز 4 أهداف مع العين الإماراتي وهيروشيما الياباني. وكمان كده علي معلول اتساوى مع فلافيو أكتر محترف في تاريخ النادي الأهلي تسجيلا للأهداف في كأس العالم للأندية، وهم 3 أهداف. هتقولي لا معلول جاب 4 اهداف، اقول لك لا، الهدف الاول اتحسب ان مدافع فريق الياباني هو اللي سجله، مش ان علي معلول هو اللي سجله. اكيد مش عايزه انسى حد، لان شكل الفريق كله كان حلو، ياسر ابراهيم، بيرسي تاو، مروان عطيه، كوكا. وكان في الحقيقه جمل بتتعمل حلوه النهارده في الملعب، كان في تسديد من بعيد، كان في حلول النهارده غير الماتش اللي فات تماما. طبعا النسخة اللي جاية محتاجة تحضير تاني خالص وطريقة تانية خالص واستعداد كبير من نسخة 2025 اللي هتكون ب 32 فريق، وهيكون نظامها بقى نظام مجموعات وهتكون أصعب بكتير على الفرق العربية والإفريقية، تبقى زي كأس العالم للمنتخبات كده. فعشان كده محتاجة طبعا تركيز أكبر، وهشرح يمكن في فيديو تاني بالتفصيل هيكون نظامها عامل ازاي. بس دلوقتي حق النادي الاهلي وحق كل اهلاوي ان هو يفتخر بالانجاز ده، مش معنى ان هو متعود عليه ان هو يبقى مش واخد باله ان ده انجاز كبير. حق كولر يفرح ان هو يكون واقف جنب جوارديولا على منصة التتويج، افرح بجد ان انت اهلاوي.